كتير كنا بنطالب بهذا الكلام بشكل واضح وقولا واحدا. كنا بنقول أن الأزمة المجتمعية والسلبيات التي تفشت في المجتمع المصري عشان تعالج وعشان تحل وعشان نلاقي لها حلول كثيرة وحلول ناجعة، ينبغي أن تقوم كل مؤسسة من المؤسسات بدورها. مثلا قلنا أكثر من مرة إن شيخ الأزهر ومشايخة الأزهر عليهم دور مهم جدا، دار الإفتاء عليها دور مهم جدا، وزارة الأوقاف عليها دور مهم جدا، قطاع التعليم، المدرسين والمعلمين ومدراء المدارس، التربويين، كل دول عليهم دور في إعلاء قيم المجتمع التي ضاعت وانهارت وتفشت الظواهر السلبية في المجتمع المصري. والحقيقة كل يوم عندنا مشكلة ان واحد بيتعارك مع سيدة في الشارع وبيضربها قدام الناس وعشان بيتحرش بيها. عندنا مشكلة ان الخطف والسرقة والجرائم اللي بتحدث كل يوم. عندنا مشكلة في المخدرات وتغييب الوعي اللي بيحدث للشباب كل يوم. عندنا مشكلة كبيرة جدا في البلطجة والمدرس اللي بيضرب طالب والطالب اللي بيعتدي على مدرس والطالب اللي بيعتدي على زميله على مرأى مسمع من الناس. عندنا مشكلة في شوية شباب بيتحرشوا ببنات وهم راكبين العربية فيخلوهم يعملوا حادثة. عندنا مشكلة كمان في مجموعة من الشباب والبنات راكبين عربية وبيعملوا فعل فاضح في الطريق العام. عندنا مشاكل وظواهر مجتمعية سيئة جدا. محتاجين كل هذه المؤسسات أن تتكاتف حتى نستطيع أن نخرج بهؤلاء الشباب والبراعم الصغيرة وجيل المستقبل إلى بر الأمان، لأن الموضوع فعلا بقى صعب جدا.